السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده بقى يعني عيد، أول يوم عيد تقريبا كده نص الشعب المصري كله كل النهارده رنجة وفسيخ بقى وملوحة والحاجات دي. بس احنا بصراحة مش بنحب الفسيخ، احنا جايبين رنجة ومعايا سردين ومعايا جزل. هي دي الحاجات اللي احنا بناكلها يعني. انما الفسيخ ده مستحيل، صعب قوي، ولا انا ولا جوزي ولا عيالي بجد. في ناس طبعا بتحبه، على عيننا وعلى راسنا، كلوه بألف هنا يا رب. بس احنا معايا رنجة ومعايا جزل ومعايا سردين ومعايا حبة البصل دول يعني مش عارفة ايه الأسعار الخيالية ديت، وحتى البصل كمان، البصل الأخضر يعني مش فاهماهم والله الناس، والليمون. يلا هو عشان عيد، ربنا يرزق الجميع يا رب ويرضي كل الناس. مش هنقدر نتكلم في الأسعار، ربنا يتولانا كلنا يا رب، ربنا يعيننا على الأيام دي. انا هنا كده جبت بقى الرنجة كده، احنا برضو مش بنحب نشويها، فاحنا بنحب ناكلها كده. في ناس برضو بتحبها بسلطة، يعني ممكن تعمليها برضو بسلطة، تعملي بصلة كده تخرطيها صغننة خالص، طماطم صغننة خالص، وتقطعي وتهرسي الرنجة كده بالشوكة، يعني برضو تنضفيها حلو من الشوك ومن الجلد، وتمسكي كده تهرسيها بالشوكة، وتروحي حطها على الطماطم وتحطيها على البصل، وتحطي الطحينة والزيت كده. دي سلطة رنجة. بس احنا برضو بنحب ناكلها كده ايه، مخلية. يعني بحب اكلها كده احس بطعم الرنجية بصراحة. هبقى اعملها لكم برضو بطريقة السلطة ديت، برضو هي جميلة وحلوة والله. في ناس كتير بتاكلها كده، بس ايه، الاكل ده مزاج بقى، كل واحد بياكل اللي على مزاجه بصراحة. هنا انا كنت بقى ايه، معلش اسفة على المنظر واللي انا عاملاه كده، بس هي بتتنضف كده. يعني ممكن البس جوانتي، بس برضو مش هينفع ان انا البس جوانتي. كلنا بنعمل كده في بيوتنا بقى، ويلا سامحوني على منظر ايدي. هنا انا كنت فتحتها، بشيل السلسلة كلها، وبابتدي بقى اشيل بقى ايه الحاجات السمرا ديت، الشوك. يعني انا بخليها خالص، باحاول على قد ما اقدر يعني ما اخليش فيها شوكة، عشان اللي ياكل كده ياكل على طول، ما نقعدش بقى نفصص ونقعد بقى نشيل الشوك. وهي الاكلة دي عايزة كده تتاكل على طول ب50 60 رغيف. مش قادرة اقول لكم بجد. انا هنا كنت نضفت اول واحدة، ودي تاني واحدة، يعني دي كانت بطرخها مرمل، ودي بطرخها ناعم كده زي ما انتوا شايفين. وبرضو اسفة على منظر ايدي، يعني سامحوني بجد والله، بس انتوا عارفين الحاجات دي بتتنضف ازاي، معلش. وهنا بقى بابتدي برضه إن أنا يعني أنا حريصة أوي في التنضيف، أنا في الحاجات دي بجد اللي بُصّي لازم أقعد أحنتف كده في الحاجات دي، ما باخلّيش شوكة، ما باخلّيش حاجة مش لطيفة. برضه العين بتاكل، يعني أنتِ عينِك بتاكل قبل ما أنتِ تاكلي. فأنتم زي ما أنتم شايفين هنا كده، أنا باقول لكم إن أنا ضبّطتها. هامسك السردين برضه، هيتنضف برضه زي الرنجة، يعني هو طريقته برضه سهلة وحلوة، زي ما هتشوفيني برضه. تمسكي الراس تخلعيها وتفتحي البطن وتنضفيها، وبرضه يعني على قد ما اقدر بحاول اشيل منها الشوك كلها. بقعد كده يعني ايه، واحده واحده كده، واقعد اشيل الشوك. انا هنا بفتحها وهشيل برضه السلسله منها كده على طول، وابتدي. بس الجلد بقى زي ما هو، اللي عايز بقى يا جماعه اللي يشيل الجلد ده يشيله هو. هنا كانت ليلي بتوقع لي الكاميرا، هو لما اتهز كده، ليلي الله يسامحها انا مقعداها على الرخامه جنبي عشان عماله تعيط. بس يلا عدت، مش مهم، هي كل لما الكاميرا تتهز اعرفوا ان ليلي بتخبط التليفون وانا ازعق، وعلى ده الحال طول اليوم. ويعني ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهدي عيالنا كلنا، ويا رب يا رب يا رب يراضي كل مشتاق. يا رب راضي كل مشتاق في الايام المباركه دي. يا رب وحياة حبيبك محمد تراضي كل مشتاق يا رب. يا رب ارزق كل واحد باللي هو بيتمناه، باللي هو عايزه، باللي نفسه فيه. يا رب والله العظيم دايما بدعي لنفسي اقول يا رب راضيني وارزقني باللي نفسي فيه، وراضي كل الناس باللي نفسها فيه. ادعي ليكي ولغيرك عشان دعوتك تستجاب. وهنا كنت طبعا السردين مسكته برضو ظبطته كده ونضفته حلو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى همسك الجزل، برضه هاحاول إن أنا أقطّعها كده، هي أصلًا متقطّعة يعني. هي أنا هاحاول أمسكها كده برضه أقطّعها تقطيع كده صغنّن وخلاص. برضه زي ما أنتم شايفين كده يعني على قد ما قدرت بصراحة. وهامسك هنا برضه البصل كده، أمسكه بقى إن أنا إيه، كده أنا نضّفته، نضّفت شوية البصل اللي ما لهمش لازمة دول يعني رابطة واحدة ب10 جنيه مش عارفة إزاي. بس يالّا هو عشان عيد وموسم، فالواحد ما بيرضاش يتكلّم والله ما بيدُقّش. ما كلمة ما بتدُقّش دي برضه يعني بتيجي على دماغنا إحنا، بس هنعمل إيه؟
نصيبنا. هنا برضو السردين بحط له زيت بس، ما بحطلوش اي حاجه، ومعاه ليمونه للي عايز، يعني انت عايز يعني اللي محتاج ليمون عليه يعصر، مش محتاج خلاص. وهنا برضو السردين كنت نضفته، وبصوا شكله بقى حلو ازاي. واروح حاطه الليمونه برضو، اللي عايز يعصر يعصر. وهنا بقى ده طبق فيه معلقه طحينه كبيره، فيه عصر ليمون ومعلقه زيت. عايزه تحطي خل حطي، الحاجه اللي انت بتحبيها حطيها، كلهم كده في قلب طبق واحد. وابتدي ان انا امسكها اقلبها، واروح منزلاها على البطروخ. ده بطروخ اهو قدامكم اهو، مرمل وواحد ناعم. هبتدي بقى ان انا احطها كده، دي للرنجة وللبطاريخ بس. انما السردين والجزل حطيت لهم زيت بس عشان خاطر برضو يعني ايه، ما تجوديش قوي في الحاجات دي يعني. هي بتتاكل حاف اصلا. كنت طبعا مش قادره اقول لكم بقى ايه جنبها 60 رغيف والحاجه الساقعه و... والف هنا وشفا. بس هنا كنت بقى نضفت حاجتي وظبطت حاجتي وكانت على الاكل على طول، على طول. يعني كانت اكله كلنا بنحبها بصراحه، كلنا بنحبها. وهنا كان الاكل بقى خلص اهو معايا، كل حاجه جاهزه متنضفه. يا رب يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير، وشكرا.